السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأسبوع، نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. لقاء بين العاهل الأردني والرئيس مسعود البارزاني. مرور الذكرى الخامسة على إعلان اندماج 4 أحزاب كردية. تحويل قرية جلبري في منطقة عفرين إلى قاعدة عسكرية تفصل بين مناطق النظام وتركيا. مرور الذكرى الرابعة على استشهاد البيشمركة محمد رشيد أحمد، والذكرى ال15 على استشهاد فرهاد محمد علي داود. حملة عسكرية واسعة على قرية بانش كفتة واختطاف عضوين في البدكسة. أهلا بكم مجددا. استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله في قصر الحسينية الرئيس مسعود البارزاني والوفد المرافق له. خلال اللقاء عبر الملك عبد الله عن ارتياحه تجاه تقدم العلاقات بين هوليرة وبغداد، معلنا أن تحسن تلك العلاقات تصب في مصلحة جميع الأطراف. وفي ذات اللقاء تم التأكيد على العلاقات التاريخية بين الجانبين وضرورة استمرارها والتنسيق والتعاون المشترك في مجالات الحرب ضد الإرهاب والتطرف وقلع جذور الإرهابيين. كما تم تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كردستان والمملكة الأردنية. مرت الذكرى الخامسة لإعلان اندماج 4 أحزاب كردية تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا بادكاسي. بعد محاولات كثيرة من أجل وحدة الصف الكردي، قام الرئيس مسعود البارزاني بمبادرة تم على أثرها إعلان ضم واندماج 4 أحزاب كردية تحت اسم الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا. المؤتمر الذي استمر 3 أيام في مدينة هولير حضره 640 عضوا، وتم انتخاب سعود الملا سكرتيرا للحزب. كذلك تم انتخاب 50 عضوا آخرا للجنة المركزية والسياسية للحزب. في عفرين أقدم الجيش التركي والفصائل المسلحة على هدم منازل المدنيين والمؤسسات والدوائر الحكومية في قرية جلبري في جبل ليلون ليتم تحويلها إلى قاعدة عسكرية فيما بعد. بحسب المصادر الخاصة أن الهدف من هدم منازل المدنيين والدوائر والمؤسسات المدنية والحكومية في القرية ليتم تحويل القرية إلى قاعدة عسكرية تفصل بين مناطق سيطرة تركيا والنظام السوري، كون القرية حدودية بين النظام السوري والبيادي من جهة وتركيا والفصائل المسلحة من جهة أخرى. مرت الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد البيشمركة محمد رشيد أحمد الذي استشهد في حرب تنظيم داعش الإرهابي في إقليم كردستان. وأحيا المجلس الوطني الكردي في سوريا الذكرى الرابعة لاستشهاد الشهيد محمد رشيد أحمد في قرية جيري التابعة لبلدة قركيلكي بكردستان سوريا. صدر العدد الجديد الرقم 11 من جريدة الريباس الصادرة عن منظمة الروج للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا في إقليم كردستان. تضمن العدد العديد من المواضيع السياسية والعسكرية والثقافية والاجتماعية والرياضية والطبية، بالإضافة إلى العديد من المقالات ومواضيع أخرى تتعلق بالشهداء والجرحى. ريباز جريدة شهرية تصدر عن منظمة روج للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، وتتطرق إلى الكثير من المواضيع ذات الصلة بكردستان عامة وكردستان سوريا خاصة. عقدت الدائرة الغربية للمجالس المحلية في المجلس الوطني الكردي في سوريا الحسكي كوباني سريكاني أبو راسين تلتمر اجتماعها الاعتيادي بحضور محسن طاهر رئيس مكتب الشؤون المجالس المحلية، وعضوية كل من محمود حاج علي وزبير موسى وفرهاد شيخو وسعيد ناصو وعلي داود عضو الأمانة العامة. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة الصمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان، وفي مقدمتهم الخالد الملا مصطفى البارزاني. في الوضع التنظيمي تم قراءة التقارير الواردة من المجالس المحلية والرد عليها، وإبلاغ رؤساء المجالس المحلية بالقرارات الجديدة الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا. أما في الوضع السياسي تم مناقشة الوضع السوري بشكل عام والوضع الكردي بشكل خاص، حيث قام محسن طاهر بالتحدث
عن آخر المستجدات السياسية والتي تمركزت حول عدة نقاط أساسية كلقاءات المجلس الوطني الكردي في سوريا والتفاهمات الدولية وسبل الحل السياسي في سوريا في مرحلة ما بعد داعش، كذلك المنطقة الآمنة ودور المجلس الوطني الكردي فيها ومعاناة شعبنا الكردي في عفرين ومشاركة المجلس الوطني الكردي في جميع المحافل الدولية. مرت الذكرى 15 على استشهاد فرهاد محمد علي داوود الذي فارق الحياة بعد اعتقاله من قبل مخابرات النظام السوري في مدينة قامشلو بكردستان سوريا. وأحيا المجلس الوطني الكردي في سوريا الذكرى بوضع أكاليل من الزهور على قبر الشهيد واستذكار مناقبه ومشاركته الفعالة في إسعاف الجرحى في انتفاضة 2014 وكذلك كيفية استشهاده في سجون المخابرات بعد تعرضه للتعذيب الشديد. بناء على دعوة رسمية من مسؤولة الملف السوري للحكومة الفرنسية، التقى علي إبراهيم عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا بمارونا بورجان مسؤولة الملف السوري للحكومة الفرنسية في مدينة أورفا بشمال كردستان. وخلال اللقاء ناقش الطرفان الملف السوري بشكل عام والوضع الراهن والتطورات الأخيرة والاستراتيجيات الدولية المتعلقة بشرق الفرات بكردستان سوريا بشكل خاص. كما أكد الطرفان على تشكيل إدارة تضم كافة مكونات المنطقة وتفعيل الجهود لإزالة العقبات أمام الإدارة المزمع إقامتها وضرورة الحوار والحل السلمي للوضع في سوريا وضمان حقوق وأمن كل مكونات البلد خاصة المكون الكردي. بالرغم من مرور أكثر من 10 أيام على اختطاف عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا ورئيس محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي حسين إيبش، وأكثر من أسبوع على اختطاف عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا محمد علي رضا في منطقة عفرين بكردستان سوريا، إلى أنه لا يزال مصيرهما مجهولا حتى اللحظة. منذ 6 أعوام اختطف شاب كردي من منطقة عفرين من قبل تنظيم داعش الإرهابي في منطقة واقعة في منطقة عزاز بريف حلب، ولا معلومات عنه حتى الآن. وأفاد مصدر مقرب من العائلة أن تنظيم داعش الإرهابي اختطف قبل 6 أعوام الشاب حنيف خليل حمو في قرية صوران التابعة لمنطقة عزاز بريف حلب الشمالي. أضاف المصدر أنه فترة تحرير قرية باغوز شوهد الشاب من بين الذين تم تسليمهم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي البيدي، وبالرغم من المحاولات الحثيثة من قبل العائلة لمعرفة مصير ابنهم، إلا أن المحاولات باتت بالفشل. واخيرا اقدمت مجموعه كبيره من مسلحي البيادي بقياده رئيس الامن الداخلي في الاداره المفروضه سيامان جودي على اختطاف عضوين في الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا من قريه بانشكفتي بريف ديريك بكردستان سوريا. واختطف كل من بسام عبد القادر حسن وصيبان محمد عمر عضوي الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا من قرية بانشكفتي واقتيدا إلى جهة مجهولة. وشنت المجموعة التي يقدر عددهم ب200 مسلح ملثم مع أسلحتهم الثقيلة قرية بانشكفتي بهدف البحث عن مطلوبين منشقين عن البيدي. ونتيجة للانشقاقات التي تحدث في صفوف حزب الاتحاد الديمقراطي بيدي والعمال الكردستاني بككي يدفع الأهالي ثمن وضريبة تلك الانشقاقات، وذلك عن طريق شنهم لحملات عسكرية واسعة على القرى التي يلجأ إليها المنشقون من صفوفهم. وبحسب محللين أن نتيجة لسياسات البيدي الخاطئة وخاصة فيما يخص بموضوع عفرين وإصرارهم على اتباع تلك السياسة في كوباني والجزيرة، أيضا حصلت انشقاقات بين صفوف البيدي من قياديين وكوادر ومسؤولين ومسلحين ولجوئهم إلى إقليم كردستان وتركيا وبعض الدول الأوروبية. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى ختام حصاد لهذا الأسبوع، حتى الأسبوع المقبل دمتم بألف خير.